مخرج محمد سامي عن النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية كان محتاج 100 سنة عشان يحصل. حدث المخرج محمد سامي عن النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال وجوده بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، الذي يقام مساء يوم الجمعة في جدة بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم. وعن رأيه فيما يحدث في السعودية قال: اللي بيحصل في السعودية اللي بقاله كذا سنة ده ما حدش كان يتوقعه ان ده يحصل في الوقت ده، تحسه كان محتاج 100 سنة عشان ده يحصل، وحصل في سنين قليلة جدا. هي تجربة مهمة الناس لازم تدرسها وتشوفها ازاي ده حصل في الوقت ده. مجهود كبير وناس قايمة على ده بشكل كبير. كلنا فخورين باللي بيحصل لأن السعودية بلدنا التاني. يشهد حفل افتتاح المهرجان البحر الأحمر المتوسط السينمائي توافد عدد كبير من النجوم زي الفنانة نادية الجندي ويسرا اللوزي وظافر العابدين وأحمد حلمي ومنى زكي وأروى جودة وعمرو منسي، والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائية الإعلامية بوسي شلبي، المخرج العالمي سبيك لي، والممثل العالمي مايكل دوغلاس، وزوجته النجمة كاترين وزانيتا جونز وميلا الزهراني وحسين العسيري، والنجمة العالمية إيفالون نوغوريا أركر وطه الدسوقي والنجمة يسرا. يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجيات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة عروس البحر الأحمر، حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام في جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرقمة بإحدى تقنيات العروض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة مع احتضان الحفلات الموسيقية في استضافات العديد من الندوات والورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة. يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام يقام في الفترة من 5 ل 14 ديسمبر 2024.